تاريخ المنتخب المغربي؟ احنا اتشرفنا بيه. شرفونا. وزي ما بدأنا هل من مزيد. دلوقتي بنحلم ان منتخب عربي يشيل كاس العالم. مش كاسبين سبورتس. مش ما هو ده مثال. ده مثال. عاوزين مين كابتنكم منتخب؟ سايس. احلم بدي. كاكا. تهانينا المنتخب المغربي. هذا أمر لا يصدق، إنجاز كبير تاريخي وليس بالإنجاز العادي. هذا أنت الآن بين 4 أفضل منتخبات في العالم، هذا إنجاز كبير حتى الآن. ولكن كما قال زميلي أبو تريكة الآن، لما لا الحلم بالكأس. إذا تهانينا مرة أخرى لهذا المنتخب المنظم المنضبط الذي ركض كثيرا وحارب، ولكن ركض في الاتجاه الصحيح. هذا أهم شيء، وهذا ما يجعله منتخبا فريدا من نوعه. لاعبون ممتازون مهاريون في أفضل مستوياتهم. الحارس بونو تهانينا على هذا المستوى. وناحي كذلك لاعب 8. يا له من لاعب، يا لها من مهارة ويا لها من مباراة. نعم طبعا بالتأكيد. أنا سأقول بأنه قد يبدو الأمر فرديا، ولكن الأمر الأهم في هذا الفريق هو المجموعة. المجموعة بالتأكيد قوية جدا، يلعبون بشكل ممتاز. تهانينا للمغرب فعلا وللشعب المغربي وكل المنطقة العربية. حان وقت الاحتفال. شكرا لك كاكا، شكرا لتريكة، شكرا للطارق، شكرا محمد. يوسف شكرا على هذه الهدية، وشكرا للمنتخب المغربي كما ذكر محمد. فرح كل العرب وشرف كل العرب وجعل طموح العرب يصل إلى الفوز بكأس العالم وليس فقط التأهل للأدوار متقدمة. مستمرون معكم مشاهدينا الأعزاء في هذا. الكثير من الناس يعانون كثيرا، لكن محمد دائما كرة القدم تعطيهم فرحة. يوسف كان خايف ومتوتر قبل المباراة. كنت متوتر من هذا الشيء صراحة، لكن الحمد لله أنه تأهلنا كما قلت. الآن أصبح الحلم وأصبح الطموح أعلى. عندما تبدأ المباريات وتقترب أكثر للنهائي خطوتين، فلا تطمع أن تكون في النهائي. وفي اعتقادي هذا يمكن أفضل هدية ممكن نقدمها لشيخ تميم ولقطر ولدولة قطر، يعني تحتفل بيوم 18 يوم قطر الوطني ويوم فوز المغرب بكأس العالم، وان شاء الله نكون متواجدين. نكون متواجدين في النهائي ان شاء الله، لكن لا زالت هناك مباراه نصف النهائي. لكن سيبقى هذا الارتقاء يوسف حديث العالم، انه ارتقاء استثنائي قاد فيه نصيري المغرب الى سيمي فاينل، الى نصف نهائي كأس العالم. قوه نصيري يا محمد هي الارتقاء. انا كنت حابب نشوف هدف اللي سجلوا على اسبانيا في 2018. شكرا لجواد واهلا بكم مرة اخرى. الف 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 مبروك لكل مغربي، لكل عربي، لكل عاشق، لكل مؤازر لهذا المنتخب الكبير الذي جعل طموحنا يكبر مباراة بعد اخرى، جعل الطموح يزداد شيئا فشيئا. الرقراقي مرة اخرى بين الاعناق، مرة اخرى فوق الاكتاف، مرة اخرى. كل منتخب المغرب يفرح الجميع ويقود نفسه وتاريخه وكل العرب وكل أفريقيا إلى إنجاز تاريخي، يكون أول منتخب في تاريخ كأس العالم، البطولة التي انطلقت قبل أقل بقليل من 100 عام. هذا أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي غير مسبوق. الرقراقي مرة أخرى فوق الأعناق، الرجل الذي جاء فقط قبل شهرين من المونديال لقيادة المنتخب وهو يقوده إلى نصف النهائي. نستمع إلى هذه الأفراح. خلونا نشوف يوسف شيبو الذي يحتفل في هذه اللحظات بعلمي المغرب وقطر احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي
كأس العالم المرة الأولى في التاريخ. تشرف يا أخي تشرف. شكرا كابتن أنك شاركنا. راح ننسى أن ولدك شجع البرتغال، مش مشكلة، دعونا نحتفل الآن مع المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم. ونحن نشاهد دموع الفرح هذه المرة للرقراقي الذي قاد بلده، قاد المغرب إلى إنجاز تاريخي. ونحن نشاهد هذه اللقطات خاصة بكاميرا بي إن سبورتس، احتفالات نجوم المنتخب المغربي أمام 44,000 متفرج. أكثر من 95% جاءوا لمؤازرة المنتخب المغربي الذي شعر ولا يزال بأنه يلعب على أرضه في الرباط، في الدار البيضاء، في أي مدينة من المدن المغربية، كما هي الدوحة اليوم التي تحولت إلى مدينة مغربية لتحتفل وأيضا لتزف المنتخب المغربي إلى أين؟ إلى نصف نهائي كأس العالم. تصوروا، إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية والعربية والإفريقية في لحظات للتاريخ. يوسف مبروك. الله يبارك فيك. أول شيء الحمد لله والشكر لله. وقلنا دائما شعار الأغنية المونديال نحن الحالمون. نحن حالمون جدا الحمد لله، كنا حالمون من بداية هذه البطولة. قلت أن المستحيل ليس بغريبا عن المغاربة وعن المنتخب المغربي وعن العرب بصفة عامة. فقط حسن النية والتوكل على الله، واللعب بجدية ولعب بقتالية وبروح، وفوز في اعتقادي يفرح. ولا واحد كان يعتقد أن يصل المغرب. جواد قال إيش؟ مو النية حاجة مقضية. نعم، حاجة مقضية اليوم. اعمل النية وتوكل على الله وروح. الحمد لله والشكر لله. أبارك لكل المغاربة وكل العرب، وأبارك للاعبين، وبارك لكذلك المسؤولين في دولة قطر على تنظيمهم الرائع كما قلت. وبالعكس من ما يعطي النظام والتنظيم حلاوة وهو تواجد منتخب عربي في مربع ذهبي. هذا شرف للعرب وشرف لنا كمغاربة. سيبقى في التاريخ، اكتب يا تاريخ المنتخب المغربي في المربع الذهبي. الآن الطموحات محمد أصبحت أعلى. الحين نريد النهائي. دقيقة مازال نريد النهائي. تلعب أنت على خطوتين، على خطوتين. هذه المباراة يعني بعد اعتزالك كرة قدم توجهك للتحليل، هذه أهم مباراة حللتها في مشوارك الإعلامي يوسف. إن شاء الله ما تكون آخر واحدة، إن شاء الله تكون في النهائي. نصف النهائي راح إن شاء الله إن شاء الله تكون النهائي. شكرا محمد وشكرا للجميع. توقع ريان. خلينا نسمع شوية ولي. خلينا نسمع ولي. التحليلي بعد 19 سنة ما شاء الله في القناة. شفنا حكيمي مع أمه، الآن بوفال مع والدته، مرة أخرى كل واحد يحتفل إما مع أمه أو مع أبوه. صحيح. أنا أقول مع محمد هذا اليوم المغرب منحتنا استقلالنا الكروي وفك ارتباطنا مع العالم معناتها الغرب. صراحة بتعطي ثقة كبيرة للمنتخبات العربية. حلوة اللقطة. المنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية. كل يوم كابتن يعطونا دروس في فضل الأم. صحيح. منتخب صحيح. بر الوالدين ويعرفوا أن ما وصلوا للمستوى هذا أن أمهاتهم راضين عليهم. باش يعطي ثقة كبيرة للمنتخبات العربية والإفريقية أن كل شيء ممكن. هذا عزيز بنيت نقول له مبروك عزيز. هذا بكين باور مرة قال إفريقيا باش توصل نهار تفوز كأس العالم. الناس كل ضحكت عليه. اليوم المغرب عندها إمكانية الفوز بكأس العالم. اليوم وصلنا الدور نصف النهائي. 25% حظوظ الآن يفوز بكأس العالم. 1 من 4. 180 دقيقة والمغرب يفوز بكأس العالم. هذا نتمناه إن شاء الله. وهذا هدف رائع لنصيري، هدف تاريخي لمهاجم نادي اشبيلية. منتخب المغرب في ارتقاء لا يوصف، ارتقاء قد يجبر كل منازل التي تسكن في المنطقة المحيطة باستاد الثمامة إلى رفع سور المنزل بسبب ارتقاء نصيري. أنا نصيري في هذا الهدف ربما أجمل وأعلى ارتقاء في هذه البطولة حتى الآن، مسجلا واحدا من أجمل أهدافها ومرسلا فرحة لا توصف في كل أنحاء المغرب من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. بشوط أول انتهى بتقدم مغربي بهدف دون مقابل. هذه فرحة بسيطة من آلاف الفرحات. من الرباط العاصمة لبقية المدن المغربية احتفل الجميع بشوط أول بتقدم مستحق. كذلك الوضع في فلسطين الحبيبة وفي غزة، حيث اجتمع كل الفلسطينيين خلف المنتخب المغربي في هذه المهمة العربية
التي ينجح منتخب المغرب في نصفها الأول. كذلك الوضع أيضا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث الآلاف من المغاربة يفخرون بمنتخب بلادهم بعد أن أخرج الإسبان البلاد التي يقيمون فيها. وكذلك الوضع بالنسبة لبروكسل عاصمة بلجيكا، بعد أن حقق المنتخب المغربي انتصارا على منتخب بلجيكا، هو ينهي الشوط الأول متقدما بهدف من دون مقابل في شوط أول رائع من الارتقاء الجميل كابتن محمد أبو تريكة النصيري إلى العرضية الرائعة من البديل الممتاز يحيى عطية الله. يعني شوط مميز، الفريق الافضل متقدم في النتيجه. هو المنتخب المغربي بيلعب بطريقه ذكيه يا محمد، بنرفز المنتخب البرتغالي، حرمه من المساحات، حرمه من الوقت، واستغلال الاطراف دايما اللي موجوده عند يحيى وعند حكيمي، فمقدم شوط مميز ومختلف عن اسبانيا. ولما بالكوره ما بيخافش يروح لقدام وباكبر عدد من اللاعبين، وده ميزه كويسه قوي. وما بيشتتوش يا محمد، تمريره القصير، الخروج من الدفاع بالكوره، التدرج السريع، ايقاع الكره السريع، تغيير اللعب من الشمال لليمين، فمدوخين البرتغال ومنرفزين وسبعات وكعوب وبتاع. فدي تعصب الفريق المهاري، الفريق اللي متعود دايما ان الكره تبقى موجوده عليه او موجوده معاه، ضغط موجود، الضغط العالي، مفيش تشتيت، الكره القصيره من الشمال لليمين، مفيش حد عندهم ثقه كبيره في نفسهم. غير تغيير اللعب، تجميع اللعب من الشمال لليمين، الموجودين في المساحات الضيقه، الوان تو، الكعوب على طول، اللمسه واحده، الوان تاتش، وتغيير اللعب باكبر ضرب 6-7 لاعبين من المنتخب البرتغالي. كاكا توقعت شوط اول مفتوح كثير فرص، فقد كانت هناك فرص كثيره في الشوط الاول. نعم، نحن رأينا بالتأكيد مباراة مفتوحة، وبعد هدف المغرب ستكون المباراة مفتوحة أكثر مما توقعته. كذلك ما يبهرني في هذا الفريق هو مدى تنظيمه وانضباطه، كذلك فعلا يجازون بهذا الهدف المستحق بفضل هذا الانضباط والتنظيم. طارق، بالنسبة لنا أقوى منظومة دفاعية في كأس العالم المنتخب المغربي، لأنه أولا لعب على مراحل. بداية أنه ضعفوا هجوم فريق المنتخب البرتغالي، ما شاهدناش المهاجمين في الشوط الاول، محاصره قويه على المهاجمين، ثم لاعبين في وسط ميدان الهجوم، ان اخراج الكره واللعب على المهاجمين عزوا المهاجمين، ما عندكش امكانيه باش تلعب في ظهر المدافعين. اصبح يلعب المنتخب الاسباني، المنتخب البرتغالي، الكرات العرضيه مبهر الالتقاء، صحيح، اعلم العارضه ما شاء الله، صحيح، ممتاز. ثم اصبح يلعب الكرات العرضيه، الكرات العرضيه لصالح المنتخب، اصبح بطيء المنتخب البرتغالي، خرج المنتخب من المباراه. ثم المرتدات، لعب المرتدات، والمرتده جات في الوقت المناسب قبل دقيقتين او 3 دقائق المباراه، ودخل فايز 1-0. اعتقد ان المباراه صعبه جدا باش تكون على المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني. صير اول لاعب يسجل في المونديالين، ينضم الى اسماء كبيره، بصير كماتشو والكثير من الاسماء التاريخيه. صحيح، هدفين في هذا المونديال مع هدف في المونديال السابق، يصبح كاول لاعب عربي يسجل في نسختين من كاس العالم. مغربي صحيح. شوط مثالي محمد على كل المستويات، ورائع. واضح ان حتى رونالدو ملك الجنب انبهر من جنب نصيري. وافضل سيناريو كما قلت من نهاية الشوط الاول هو تسجيل الهدف مع نهاية الشوط الاول. توقيته جد مهم جدا. الارتقاء اليوم يشيد يحيى عطية الله مقدم مباراة في المستوى، رغم ان كان بعض التخوف، لكن اليوم مقدم مباراة كبيرة، ولاعب وسط الملعب، احد افضل اللاعبين، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب يعطيك دائما الافضليه، يعطيك الحلول. يجب كما قلت دائما اللعب بنفس المستوى ونفس التركيز، عدم اعطاء المساحات محمد، ومحاول تسجيل هدف ثاني مع بيئة المور، لان الان ستصبح مساحات اكثر. الخروج المرتدات مهم، دور زياش ودور بوفال اليوم كبير، لازم نسجل هدف ثاني ان شاء الله. شوط طول اذا ينتهي بتقدم منتخب المغرب، شوط اجمل ما فيه